صباح الفل. بما اننا داخلين على المدارس كده، هاتي كده اقل من ربع كيلو لحمه مفرومه، واقل من ربع كيلو بانيه، وبصلتين وبطاطستين، وكام فص توم، وشويه توابل كده، ومعلقتين بقسماط، وهنطلع العظمه دي وصفه السوبر توفير. لايك وشير وكومنت حلو عشان الوصفه ان شاء الله تستفادي منها جدا جدا، وسجلي الوصفه دي عندك ان شاء الله عشان المدارس. كل سنه وانتم طيبين، عام دراسه ان شاء الله سعيد علينا وعليكم وعلى الامه العربيه كلها. اول حاجه يا جماعه، انا عندي هنا والله بجد دول ما كانوش يكملوا ربع كيلو من البانيه وربع كيلو من اللحمه المفرومه. عشان ازود الكميه كده وكلها حاجات من البيت، عملت ايه؟ جبت بطاطستين متوسطين سلقتهم، معايا نص كوبايه من البقسماط، وشويه توابل كده هو بقى متدلعين من مطبخك. معايا هنا معلقتين كبار هرميين كده من توابل البرجر، ومعايا ملح وفلفل اسود. بس كده اول حاجه هسمي الله واصلي على رسول الكريم، واجيب بصلايه متوسطه احطها في الكبه بتاعتي عشان عايزاهم ضرب ناعم جدا جدا. كان فص من الثوم، واضربهم لوحدهم الاول عشان ينعموا معايا، واتاكد ان كل حاجه اتجانست مع بعضها، كل حاجه اتدمجت كده مع بعضها. هبدا بقى اسمي الله واحط اللحمه المفرومه بتاعتي، واحط البطاطس هنا. انا يعني كل وصفه انا حاطه لها بطاطسايه زي ما انتم شايفين متوسطه. خلاص كده، خلاص حطيت البطاطس. بعد كده هبدا احط اللحمه، ومعايا مكعب مرقه هقسمه، هاخد النص في الفراخ ونص في اللحمه، تمام. ومعايا نص البهارات برده، هاخد النص هنا والنص الناحيه التانيه. اخر حاجه هضيفها خالص معلقتين بقسماط هرميين كده مع كل وصفه. ليه بقى؟ بيخلي لك القوام حلو جدا جدا، ما بتلزقش في ايدك، وبتقدري تشكليها لاي شكل انت عايزاه يا ست البنات. ماشي؟ صليت على النبي في كومنت ولا لسه؟ ده اللي هيشفع فيا وفيك ان شاء الله يا بنت الحلال يوم القيامه. بعد كده حطيت البقسماط وهلفهم لفه كويسه جدا زي ما انتم شايفين، كل حاجه اتجانست مع بعضها. مش قادره اقول لك الكميه عامله ازاي، واهم حاجه تحسي ان الشعيرات دي طلعت، عشان ايه؟ يبقى الوصفه ناجحه ان شاء الله معاكي. هعمل زي ما عملت في اللحمه اعمل في الفراخ، تمام. كل حاجه على بعضها ضربتها كويس جدا بالبقسماط. وبعد كده خلاص الفراخ اتضربت معايا وزي الفل ما شاء الله، واللحمه كمان. اسكت لغايه هنا؟ لا والله ما اسكت. رحت بقى جبت ايه؟ شويه بقسماط سبايسي، وشويه بقسماط عادي من غير بيض بقى، ومن غير دقيق، ومن غير اي حاجه. نبدا نسمي الله، وزي ما انت شايفه كده اهوت. عندك بس البرجر مفيش مشكله، عندك غطا برطمان كبير اشتغلي بيه، ما عندكيش اعملي زي ما انا ما عملت كده. هاخد قطعه كده اهوت سميكه حلوه محترمه كده، احنا بنعمل لعيالنا الاكل يعني تخلي الوجبه كده حلوه كده مشبعه. زي ما انتم شايفين انا صبعتها على ايدي، وهبدا اسمي الله وانزل عليها بالبقسماط على طول زي ما انتم شفتوا كده. زي ما انا قلت لكم يا جماعه، معايا نص سبايسي ومعايا نص عادي، عشان عندي مكه بصراحه ما بتحبش الشطه. زي ما انتم شايفين بصوا بكل سهوله جدا بتتشكل معاكي، وبجد خطيره. عايزه اقول لك ان انت لو هتفرزيها، حطي بس ما بين كل واحده وواحده كيس كده، يعني كيس سندوتشات مثلا تقطعيه على 3 4 5 كده، وبعد كده تحطيها دوبك على قد البرجرايه كده بس. خلاص كده، وكيسيها بقى كده اهوت في علبه ولا حاجه، وحطها في الفريزر تطلع وقت الزنقات. بجد الوصفه دي حلوه جدا جدا ومنقذه معاكي جدا جدا. نشكل بقى الكميه كلها زي ما انتم شايفين يا جماعه قد ايه القطعه سميكه وبجد حلوه جدا. يعني انا عايزه اقول لكم ان الفراخ بعمل واحده في السبايسي وبعمل واحده في العادي، عشان اللي عايز من ده ياكل واللي عايز من ده ياكل. مش قادره اقول لك بقى بجد اللي بهرتني اللحمه، عايزه اقول لك ما كشتش ما فكتش معايا، وكانت بجد خطيره. انا هوريها لك في الاخر ان شاء الله. دي بصوا يا جماعه قطعه اللحمه بتاخديها متماسكه جدا جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. عرضيها بس للهوا كده طول ما انت بتشتغلي، وبجد هتشكليها بكل حاجه. وعلى فكره في تركايه تانية حلوه جدا جدا، اللي هي ايه بقى؟ تعمليها زي صوابع الكفته لو حباها، وبعد كده بيض وبقسماط، هتطلع معاكي خطيره. عايزه اقول لكم ان الوصفات دي بجد سهله جدا وعلى قد ايدينا. ربنا يحسن ما بين ايديك ان شاء الله، وتنفعنا جدا في الايام اللي جايه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده اهوت. خلص بقى كل الكميه واشكلها وهوريكم الشكل في الاخر، لان بجد الشكل عظمه ما شاء الله. القطعه حلوه جدا جدا وسميكه وكبيره كده. اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا النبي. كده خلصنا الكميه، اللهم بارك. شايفين يا جماعه الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ شايفين بجد مفيش تسلم ايدك يا رانيا. تعالوا بقى كده نسمي الله، وهشوحهم معاكم كده قدام عينيكم شويه زيت، واسخنهم كويس قوي، وابدا اسمي الله وانزل البرجر بتاعي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ما بياخدش 10 دقايق في تحضيره، خطير. طلعيه بس كده لو انت هتفرزيه ولا حاجه، تعملي كميه وهتفرزيها، طلعيها بس قبلها ب10 دقايق كده ولا حاجه، وابداي على طول حطيه على النار، هيطلع معاكي خطير، ولا بيلزق ولا في اي حاجه. شايفين اللحمه بجد اتقلب معايا بكل سهوله، اللهم بارك. وشايفين القطعه اصلا ماسكه نفسها ازاي وخطيره. دي اللحمه اللي انا بقلبها دي، شايفين جمالها وحلاوتها. اوريكم برده شكلها في الاخر ان شاء الله في اخر الفيديو، لان بجد هتنبهري ان شاء الله زي ما انا ما انبهرت. طبعا هنا ايه بقى؟
اهم من الشغل طبعا تظبيط الشغل. انا بوريكم يا جماعه حاجات سهله وبسيطه وعملت منها عشوه وبجد كفتني انا وولادي، يعني انا اسرتي ما شاء الله 5. تمام. بعت بقى كده اهوت، جبت ايه فضل خيركم بقى كده شويه بقى كايزر كده كانوا لسه طالعين من الفرن. شايفين يا جماعه برجر اللحمه عامل ازاي بجد، وبرجر الفراخ عامل ازاي، شايفين القطعه اصلا جميله ازاي وطعمها حلو جدا. وكتري من الثوم الفريش والبصل الفريش لان بيخلي الطعم خطير. ما تحطيش ولا توم باودر ولا بصل باودر، زي ما انتم شايفين الكميه كلها على الطبيعه كده قدام عينيكم. نسمي بالله، نفتح السندوتشات بتاعتنا بقى كده اهوت ونبدا نحشي شويه بقى خس، شويه مثلا جرجير، شويه خيار، شويه طماطم، عندك مايونيز، عندك كاتشب، المتوفر عندك حطيه جوه السندوتش ما بيقولش لا. بجد خطير، ميكس رهيب ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك بقى بجد جربي الوصفه ان شاء الله لان هتعجبك جدا جدا. وبس كده يا اخواتي. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا ما بنزلكوش الوصفه غير لما بعملها وبتعجبني قوي، لو عجبتني بصراحه بقوم منزلها لكم، عشان ما بيني وما بينكم ربنا حرام ان انتوا الحاجه غاليه وما ينفعش ان انتوا تهدروا في حاجه وتطلع وحشه. بس بجد السندوتشات خطيره اللهم بارك كده. عايزه اقول لكم ما شاء الله الوصفه دي اتنسفت يومها. شويه بيبسي بقى كده وشويه شيبسي كده للدلع، وبالف هنا وشفا ان شاء الله. جربي الوصفه وقولي لي رايك فيها ايه، واستنيني في فيديو جديد.